قصيدة من كلمات الشاعر أبو عمار عبد الغني علي الضراب، مرسلة للأستاذ الكبير عملاق الشعر ومتنبي عصره أبو طه خالد الفقيه الدفيه، إلقاء الشاعر حمزة الضراب. يقول في القصيدة: سلامي لشاعر روض الحرف والقلم، سلامي لشاعر روض الحرف والقلم، فقيه البلاغة فاق الأخطل مع جرير، إذا ساق شعره زال من قلبي الألم، على ساحة الإبداع باتوجك أمير، تحية لذيبان حسبه ثامن الهرم، تحية بلا مقياس ما بش لها نظير، فمن لسن أبو عمار تحياتي الأشم، مليئه بروح المسك والورد والعبير، لأنك مثال النبل رجال محترم، بأخلاقك العليا مع قلبك الكبير، فرزدق زمانه بالبلاغة إذا نظم، يلبس حروف الشعر ديباج أو حرير، وفي ساحة الإبداع رفرفت يا علم، وكنت المعلم والموجه بل الوزير، ولا يرفعك مدحي ولو طاك أي ذم، ومن بايطال الفرقد المشرق المنير، أساله باسمه صاحب الجود والكرم، تعالى صمد واحد على كل شيء قدير، أسال الذي أبراك ما يبتليك بهم، ومن فضل جوده يجعل الخير لك وفير، ويبريك لا شي شر صابك وبك ألم، لأني علمت أنك بوقعه على السرير، صلاتي لهادي أمته ذي لها رسم، طريق الهداية ذي على نهجها نسير، حبيبي محمد ذي قد الدين فيه تم، شفيع أمته في موقف المحشر العسير، شفيع أمته في موقف المحشر العسير، وسلامتكم. وهذا الجواب من كلمات وإلقاء الشاعر أبو طه خالد الفقيه الدفيه، ردا على كلمات الأخ الموقر والصديق الصدوق أبو عمار عبد الغني علي الضراب. يقول الدفيه للإخاء والصحب عشم، ولأهل الكرم مكيال فيها العطا وفير، وللحب بركان الشغف في الحمم، من أشواق فياضة تحدد لها المسير، وللعاطفة أوتاد فيها 100 حرم، بوجدان ذو إحساس في موجة الأثير، للإيجاب يا بصمة وللسيئة ندم، وهذه لها فرحة وهذه لها حسير، أتتني رسالة ودي أجابها رقم، من 7 ثم 3 وما تدير، ب5 3 بعدها 2 قد وشم، سفن فور 5 محتواها خبر كثير، هلا مرحبا مرحبا الحبر بالقلم، وما بالغواني رحب الماء في الغدير، وما في ضيوف الله قد رحب الحرم، في الحج يوم النحر عيد الضحى الكبير، تراحي بغارق بالكبائر وباللمم، إذا عانق التوبة مخافة من السعير، وما رحبت روح المبادئ في القيم، والأخلاق بالإحساس والجفن بالشفير، تراحي بجب البير بالضيف ذي هجم، أخو لاوي الصديق والعاقل الصغير، وما الكهف رحب بالضيوف الذي عزم، ومهل الرقيم ذي جوه من شر مستطير، وما رحب اليقطين في صاحب الألم، بذنون ذي قد كان بطن السمك أسير، وما بالمسرة يحتفل كل متهم، بصرح البراءة ساعة الموقف الخطير، بعبد الغني تاج الوفا منبر الشيم، ونهج البلاغة صاحب المنطق الجدير، بعبد الغني تاج الوفا منبر الشيم، ونهج البلاغة صاحب المنطق الجدير، رديف المراد في محتوى الصح والنعم، أريج الشذاب الكازوفة وفي العبير، وصرم النقا بيت البقاء قمة القمم، رجل له مكانه عند خصمه أو النصير، هو الفاعل المرفوع والمد واللزم، والإدغام والإظهار والاسم والضمير، هو السين للسائل بكيف الخبر وكم، وجيم الإجابة والسفارة مع السفير، لها المجد قد صفق وتاريخها ابتسم، وقبل جبينه في شهيقه وبالزفير، أبوها الملك تبع لها المجد قد بصم، على جبهة التاريخ والعير والنفير، ليستوطن الآفاق واستعبد الأمم، ومن لبس الكعبة بديباجها الحرير، لعبد الغني ضراب شكري وحب جم، من المبتدى سيناريوها إلى الأخير، رأيت الشفا العاجل ما هاكسه نظم، بجرعة علاجه يشهد الواحد القدير، وراح الألم والهم والضيق والطهم، وفزيت وأنا كنت راقد على السرير، وراح الألم والهم والضيق والطهم، وفزيت وانا كنت راقد على السرير، لذلك انا ممنون له واثق القدم، غني في عطا جوده وانا للاسف فقير، ولكن روح في روحها الدسم،
بجن حد القاسق في أكناف زمهرير، دعيت الملك ذي كون الكون من عدم، يبارك لأبو عمار بالمال والعشير، ويرفع مقامه بين قومه مع الحشم، بحله وترحاله في العسر واليسير. ختمنا من قد طهر البيت والحرم، من الشرك صلينا على المصطفى البشير.